فاكر لما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان في كذا شكل من اشكال الكهرباء، وقلنا ساعتها الكهرباء الساكنة، التيار الكهربي، الجهد الكهرومغناطيسية، والكهرباء في التفاعلات الكيميائية. الناس فعلا بتتكلم عن الكهرباء وبتقسمها بالشكل ده، وده طبيعي لان دي كلها مجالات بيشتغل فيها العلم وبيستخدم فيها الكهرباء. بس تعالى بسطلك الصورة وادخلك جوه الكواليس. في طريقة اوضح لفهم الكهرباء، طريقة بتكشف لك الجسر الاساسي اللي طالع منه كل حاجة. الكهرباء في الاصل نوعين بس، اما كهرباء ساكنة اما كهرباء متحركة. يعني اما شحنات متجمعة واقفة على سطح الجسم وده اسمه كهرباء ساكنة، او شحنات بتتحرك وده اسمه كهرباء متحركة. الباقي بقى كله اللي هي الاشكال التانية هي عبارة عن تفاعل الكهرباء مع العلوم التانية حوالينا. يعني عندك مثلا كهرباء زائد مغناطيس يديك كهرومغناطيسية، كهرباء زائد كيمياء تديك بطارية وتفاعلات كهروكيميائية، كهرباء زائد جسم الإنسان كهرباء حيوية زي النبضات العصبية، كهرباء زائد موجات راديو واي فاي ترددات، كهرباء زائد مغناطيس متحرك كهرباء استقرائية زي الدينامو والمولد. المهم ان دي كلها مش انواع جديدة من الكهرباء، لكنها تطبيقات وتفاعلات بتبين لك ازاي الكهرباء بتدخل في كل علم حوالينا وتغيره. فلو فهمت الكهرباء الساكنة والمتحركة يبقى انت فعليا فهمت جوهر الكهرباء كله، والباقي هنغوص فيه سوا شكل شكل ونتفرج على روعة التفاعل. خلينا بقى نفتكر على السريع كده. فاكر الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الكهرباء الساكنة وقعدنا نفككها حتة حتة وقلنا انها شحنات كهربائية بتتخزن على اسطح الاجسام بسبب انتقال الالكترونات من جسم للتاني، وقلنا بتظهر وتنتقل لما يكون في احتكاك او فرق، وبتعمل ظواهر زي انها بتجذب الحاجات الخفيفة او تطلع شرارة بسيطة. النهاردة بقى هنكمل مع بعض الرحلة دي وندخل على النوع التاني من الكهرباء وهو الكهرباء المتحركة. بس قبل ما ندخل تعالوا نفتكر التعريف الأساسي اللي بنبني عليه كل حاجة. ايه هي الكهرباء؟ الكهرباء ببساطة أي ظاهرة أو تأثير ناتج عن وجود أو حركة شحنات كهربائية، سواء كانت موجبة أو سالبة، ثابتة أو متحركة. حلو كده؟ يبقى احنا فهمنا الساكنة، يلا بينا بقى على المتحركة. قبل ما اكمل، لو انت حاسس ان الكلام ده كله غريب ومش فاهم يعني ايه شحنات ويعني ايه الكلام ده كله، احب اقولك ان احنا تطرقنا لكل كلمة في الكلام دوت بالتفصيل. ايه يعني ايه شحنات وجايه منين واصلها كان ايه وليه سميناها كده، فممكن ترجع تاخد نظرة سريعة على الفيديوهات اللي فاتت وترجع لنا تاني. نكمل احنا. الكهرباء المتحركة هي اي حركة فعلية للشحنات الكهربائية، سواء كانت الكترونات او ايونات، سواء كانت الحركة دي منظمة زي التيار الكهربي او عشوائية او حتى حركة في وسط غير تقليدي زي الغازات او السوائل. بس قبل ما نتعمق اكتر تعالوا نفتكر تقسيمة العناصر اللي اتكلمنا عنها. احنا قلنا ان كل العناصر تقريبا بتتأثر بالكهرباء ما عدا الغازات الخاملة، لكن مش كل العناصر بتتأثر بنفس الشكل. عندنا 3 انواع: عناصر موصلة، عناصر شبه موصلة، وعناصر عازلة. العناصر العازلة اتفقنا قبل كده ان العناصر العازلة بتتأثر بالكهرباء الساكنة. ليه؟ لان الذرات بتاعتها ماسكة الالكترونات بتاعتها كويس، خصوصا الالكترونات اللي في المدارات الاخيرة. الالكترونات موجودة بتتحرك جوه الذرة نفسها، لكن مفيش انتقال حر للالكترونات بين الذرات وبعضها البعض، وده بيخليها اكثر استقرارا، مداراتها الخارجية شبه مكتملة وطاقتها ثابتة، ومش بتساهم في توصيل الكهرباء المتحركة زي التيار. وهنفهم الكلام ده اكتر لما نشرح الموصلات. طيب الموصلات هنا بقى مربط الفرس. خد مثال عندك بسيط: سلك نحاس او قطعة حديد. السلك ده او القطعة دي مكونة من مليارات وتريليونات الذرات. الالكترونات اللي في المدار الاخير عند الذرات دي بتكون شبه حرة. يعني ايه؟ يعني الالكترونات تقدر تهرب من الذرة بتاعتها وتنتقل من ذرة للتانية بكل سهولة، وده اللي بيخلي جوه المادة بحر من الالكترونات الحرة بيتحرك باستمرار. وده ناتج عن ان كل ذرات السلك بلا استثناء بتفقد الكتروناتها اللي في المدار الاخير، وبتكون الالكترونات حرة وبتنتقل بين الذرات وبعضها البعض، وهو ده اللي بيعمل لي بحر من الالكترونات جوه السلك. عشان كده المواد الموصلة تقدر تمرر التيار الكهربي بكل سهولة. الالكترونات بتنتقل بين الذرات وكأن في سيل ضخم بيتدفق جوه السلك.
الفرق بقى واضح. العناصر العازلة الإلكترونات ممسوكة فيها جامد، حركة الإلكترونات جوه الذرة بس. أما الموصلات الإلكترونات حرة وسهل تتحرك بين الذرات. طب تعالوا نرجع لتعريف الكهرباء تاني ونركز في حتة مهمة. احنا قلنا الكهرباء هي وجود أو حركة شحنات كهربائية سواء سالبة أو موجبة. في الكهرباء الساكنة كنا بنتكلم عن الإلكترونات بس. ليه؟ لأن هي اللي بتنتقل وبتتجمع على الأسطح وهي اللي بتعمل الظواهر، فمفيش مشكلة. لكن في الكهرباء المتحركة هنا بقى بنقول حركة شحنات سواء كانت سالبة أو موجبة. ساعتها هيجي سؤال بديهي، تقصدي هنا بالشحنات الموجبة اللي بتتحرك هي البروتونات؟ أنا مبسوطة قوي إن مفهوم الشحنات الموجبة والسالبة اترسخ عندك، بس تفتكر هل البروتونات ممكن تتحرك؟ البروتونات فعلا شحنتها موجبة وليها تأثير كهربي، لكن البروتونات مكانها ثابت في النواة، هي اللي بتحدد نوع العنصر، ما ينفعش تتحرك. لو البروتونات اتحركت من مكانها هيحصل خلل ذري وبالتالي خلل كوني كامل. عشان كده مستحيل نقصد هنا حركة البروتونات. أمال نقصد هنا بحركة الشحنات الموجبة ايه؟ نقصد الأيونات الموجبة، هي دي الشحنات الكهربائية الموجبة المتحركة. يعني ايه بقى ايونات؟ مفيش حاجة او جسيم مستقل بذاته اسمه ايون. امال ايه الايون ده؟ بص يا سيدي، نرجع تاني للحلقات اللي فاتت، كنا بنقول الذرة متعادلة تماما في حالتها الطبيعية، صح كده؟ يعني عدد الالكترونات يساوي عدد بروتونات الذرة، صح؟ الشحنة الموجبة تساوي الشحنة السالبة، وفي الاخر الذرة لا تحمل شحنة، صح؟ يعني الذرة في الاخر متعادلة، لأن الشحنات الموجبة بتلاشي الشحنات السالبة، وفي النهاية الذرة في حالتها الطبيعية لا تحمل شحنة. قلنا بقى لو الذرة فقدت إلكترون بقت موجبة الشحنة، لأن البروتونات بقت أكتر من الإلكترونات، الشحنة الموجبة غلبت الشحنة السالبة فبقت موجبة. وقلنا لو الذرة اكتسبت إلكترون بقت سالبة الشحنة، صح؟ قلنا الكلام ده. هنا بقى التركية، أي ذرة تفقد أو تكتسب إلكترون وتحمل شحنة ما تبقاش ذرة، تتحول وتبقى أيون. يبقى أي ذرة هي متعادلة لا تحمل شحنة، لو الذرة حملت شحنة ما تبقاش ذرة، تبقى أيون. يبقى لما تسمع جملة أيون موجب تعرف إنها كانت ذرة وفقدت إلكترون، لو سمعت أيون سالب تعرف إنها ذرة واكتسبت إلكترون. تمام كده؟ عرفنا يعني إيه أيون؟ فاكر بقى لما قلتلك قبل كده الموصلات بتفقد إلكتروناتها اللي في المدار الأخير؟ والإلكترونات اللي بتفقدها الذرات بتعمل بحر إلكترونات بيغطي كل الذرات؟ هنا بقى يجي سؤال منطقي، معنى كده إن كل ذرات المواد الموصلة أيونات مش ذرات لأنها فقدت إلكترونات المدار الأخير؟ يعني سلك النحاس ده جواه أيونات مش ذرات؟ الإجابة أيوة فعلا، جوه سلك النحاس هتلاقي شبكة من أيونات موجبة ثابتة مكان الذرات اللي فقدت إلكترونات التكافؤ، وبحر من الإلكترونات الحرة اللي بتتحرك بينهم وتنقل التيار الكهربي. لكن خليك واخد بالك، في الفلزات الصلبة زي سلك النحاس وقطعة الحديد مفيش أيونات حرة طايرة لوحدها زي اللي في المحلول أو البلازما. الأيونات الموجبة داخل الموصلات ثابتة في الشبكة البلورية. المادة ككل متعادلة كهربائيا. ليه؟ لأن كل الإلكترونات اللي خرجت من الذرات لسه موجودة جوه السلك. عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات ككل، لكن مفيش إلكترون خرج من المادة، هو خرج من الذرة بس عمل بحر بين الذرات، لكن الإلكترون مخرجش من المادة. وهنا بقى يجي توضيح بسيط كده. احنا قلنا الشحنات الكهربائية الموجبة المتحركة هي الأيونات الموجبة، صح؟ كده بقى عندي نوعين من الأيونات الموجبة لازم نفرق بينهم وما نغلطش فيهم. أيونات حرة ودي هي الشحنات الكهربائية اللي بتتحرك وتشارك في التيار، وأيونات الفلز في الموصلات زي سلك النحاس مثلا. والفرق بينهم الأيون الحر بينتقل بنفسه، بينقل الشحنة أو يشارك في التفاعل، بيحتاج وسط زي سائل أو غاز عشان يتحرك. أما الأيون بتاع الفلز ثابت في شبكة بلورية، الإلكترونات الحرة هي اللي بتتحرك وبتنقل الشحنة، لكن الأيونات ثابتة لا تتحرك. يبقى كده أي موصل اللي هي الفلزات يعني أو أشباه الفلزات عندها بحر من الإلكترونات دائم الحركة في حركة عشوائية. عشان كده الفلزات وأشباه الفلزات فقط هي اللي ممكن تتيح تيار، لأن عندها بحر من الإلكترونات جوه المادة.
خلينا نلم الدنيا بقى وندخل على التيار الكهربي. التيار الكهربي هو حركة منظمة للشحنات الكهربائية زي الإلكترونات أو الأيونات داخل مادة موصلة في اتجاه معين نتيجة وجود فرق في الجهد بين نقطتين. يعني ايه؟ يعني ارجع واقولك تاني، التيار احنا اللي عملناه لما وجهنا الشحنات كلها في اتجاه واحد، لان طول ما حركتها عشوائية مفيش تيار. في شحنات بتتحرك وفي كهرباء متحركة لكن مفيش تيار. ليه بنتكلم دلوقتي عن التيار واحنا كان الهدف من الحلقة هو اننا نتكلم عن الكهرباء المتحركة؟ احنا قلنا ان اي حركة للشحنات سواء موجبة او سالبة هي كهرباء متحركة، وقلتلك الموصلات هي اللي بتتأثر بالكهرباء المتحركة. ليه؟ لان جوه الموصلات واشباه الموصلات في شحنات حرة بتتحرك بين ذرات المادة من جوه. يعني المادة جواها شحنات بتتحرك طبيعيا جدا من غير اي تدخل خالص. يبقى ايه؟ الموصلات واشباه الموصلات جواها كهرباء متحركة، بس ملهاش لازمة. الحركة العشوائية للشحنات ملهاش لازمة، مش بتنتج طاقة مفيدة ومش بنقدر نتحكم فيها. عشان كده لما بنتكلم عن الكهرباء المتحركة بنتكلم عن التيار، لأن التطبيق الرئيسي والأساسي للكهرباء المتحركة. من غير التيار الكهرباء المتحركة ملهاش لازمة، ملهاش معنى، ملهاش استخدام. انت ممكن تستفيد من الكهرباء المتحركة دي في حاجات كتير جدا، بس لازم الاول تبقى تيار وبعدين نستخدمها. يعني التيار اساسي، هو اللي بيخلينا نستخدم ونستفيد من الكهرباء المتحركة. نرجع تاني بقى ونكمل. ركز معايا يا صديقي، السلك جواه بحر من الالكترونات الحرة بتتحرك بين ذرات السلك، او الصحيح علميا اننا نقول انها بتتحرك حركة عشوائية بين شبكة ايونات السلك الموجبة. يعني بحر الإلكترونات موجود جوه السلك وبيتحرك دايما من غير توقف لحظة واحدة، بس حركته عشوائية. كل اللي محتاجينه هو إننا نوجه حركة الإلكترونات دي عشان نعمل تيار، مجرد توجيه بس، لأن بحر الإلكترونات موجود والحركة موجودة بس عشوائية. قلنا الحلقة اللي فاتت ان فولتا هو اللي اخترع التيار، بس مش عشان ينور مصباح او عشان يستخدم التيار، لان مفهوم الكهرباء ما كانش لسه واضح زي دلوقتي، واصلا التيار ما كانش ليه استخدامات وما كانش اصلا لسه اكتشفوه. ولكن هو اخترعه عشان يثبت بس ويرد على لويجي جالفاني ويقوله ان الكهرباء مش جايه من اجسام الكائنات الحيه، وانها جايه من المعادن اللي لمست الضفدع اللي كان بيشرحه. يعني نقدر نقول ان ده كان دس علمي. ولو تايه ارجع خد نظرة سريعة على الحلقة اللي فاتت. مين اللي بيخلي الإلكترونات تتحرك عشان تعمل تيار؟ لازم يكون في حاجة تزقها وتوجهها صح، لازم يكون في قوة تزق بحر الإلكترونات اللي جوه السلك عشان يبدأوا يتحركوا في اتجاه واحد ويتكون التيار. وطبعا في دماغنا أول حاجة بتيجي القوة دي هي فرق الجهد في البطارية. لكن استنى معايا شوية، القوة اللي بتدفع الإلكترونات مش شرط تيجي من بطارية بس، المهم ان يكون في مصدر طاقة بيأثر على الشحنات ويخليها تتحرك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة تولد لي طاقة هتعمل لي فرق جهد بين الطرفين، الفرق ده هيدفع الإلكترونات ويوحد اتجاهها ويولد تيار. يعني ايه؟ يعني فرق الجهد ما بيجيش بس من بطارية، لا، اي وسيلة واي طريقة واي حاجة توفر لي الطاقة دي ينتج عنها فرق جهد، فرق الجهد يدفع لي الالكترونات ويعمل لي تيار. اي تأثير ينتج عنه طاقة ينتج عنه فرق جهد ينتج عنه تيار وحركة منظمة للالكترونات. ايه اللي ممكن يأثر على الفلزات زي السلك مثلا غير البطارية؟ المجال المغناطيسي، التأثير الحراري، التأثير الضوئي، التأثير الكيميائي، كل دي طرق بتوفر لي طاقة تعمل فرق جهد تدفع الإلكترونات بين طرفين السلك. نقولها بشكل أبسط، أي طاقة بتوفر لي فرق جهد، يبقى أنا محتاجة طاقة. الطاقة دي ممكن تنتج من تأثير مغناطيسي، تأثير حراري، تأثير ضوئي، تأثير كيميائي وما إلى ذلك. الكلام ده هنفهمه بالتطبيق وهنفهمه بشكل مفصل بعدين، بس ممكن ناخد نبذة بسيطة. يعني ايه؟ البطارية بيحصل جواها تفاعلات كيميائية بتتحول لطاقة كهربائية بتعمل فرق جهد. الخلايا الشمسية بتوفر لي طاقة حرارية بتعمل فرق جهد. المولد بيوفر لي طاقة حركية بيعمل فرق جهد. اي جهاز او مادة تقدر توفر فرق جهد او مجال كهربي للإلكترونات تقدر تولد تيار.
كفاية كده، ده مجرد مدخل بس للحلقة اللي جاية، مش مطالب منك استيعاب كامل. حتى لو حسيت انك ما فهمتش حاجة واتلخبطت ما تقلقش، لان ده بس مدخل للشرح. الحلقة الجاية هنتطرق لشرح الفرق الجهد والبطارية بشكل مفصل كما لم تسمعه من قبل. تنبيه أخير، كل الصور اللي تم الشرح عليها ما هي إلا صور تخيلية تبسيطية للتعليم. ليه؟ لأن زي ما قلتلك في الحلقات اللي فاتت مفيش أي حاجة مهما كانت متقدمة قدرت تخلينا نشوف الجسيمات اللي أصغر من الذرة، اللي هي الجسيمات الدون ذرية، واللي كلامنا كله بيدور أصلا عليها. ولو عايز تعرف ازاي اكتشفنا وعرفنا الجسيمات الدون ذرية من غير ما نشوفها، ارجع للحلقات اللي فاتت. واخيرا ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين.